تخيل فاضل في عمرك 5 دقايق بس، هتعمل فيهم إيه؟ في ناس هتودّع أهلها، وفي ناس ممكن تطلب أكلة تاكلها، بس بطلنا النهارده وهو شايف الموت بعينه طلب أغرب طلب في التاريخ. سيدنا خبيب ابن عدي الصحابي اللي المشركين قرروا يعدموه قدام الناس كلها وهو محاصر بالسيوف، قال لهم طب سيبوني أصلي ركعتين. صلى بهدوء عجيب كأنه في بيته بيقيم الليل مش في ساحة إعدام، ولما خلص بص لهم بقوة وقال والله لولا خوفي إنكم تفتكروا إني خايف من الموت كنت طوّلت في صلاتي أكتر. اللحظة دي ما كانتش انكسار، دي كانت قمة القوة والعزة وهو بيموت، ما خرجش منه حتى همس وهو بيموت، خرجت منه أبيات شعر خلدها التاريخ لغاية النهارده، لما قال: "ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي". سيدنا خبيب علمنا إن الصلاة مش واجب تقيل بنخلص منه، دي الملجأ اللي بنهرب فيه لربنا لما الدنيا تضيق علينا. وأهم 5 دروس ممكن نطلع منهم من قصة سيدنا خبيب النهارده، أولهم إن الصلاة ملجأ مش عبء، في أصعب لحظات الخوف الصلاة هي مصدر السكينة مش مجرد حركات بنأديها. تاني حاجة هو فعلا ما كانش بيمثل الشجاعة، هو كان شايف الجنة فالموت بالنسبة له كان مجرد بوابة. تالت حاجة بقى حتى وانت مغلوب على أمرك عزة نفسك وإيمانك بتخليك انت الأقوى قدام عدوك. رابع حاجة اسمها فقه الأولويات، آخر حاجة عملها الإنسان هي أهم حاجة في حياته كلها، وسيدنا خبيب اختار اللقاء مع الله قبل الرحيل. آخر حاجة في قصة سيدنا خبيب بقى إن الفعل اللي عمله اللي هي الصلاة قبل الحكم عليه بالإعدام بقت سنة فعلية لكل مسلم بيقع في الأسر ويحكم عليه بالموت. ودي كانت حكاية يقين بطلها سيدنا خبيب ابن عدي رضي الله عنه. ولو وصلت معايا لغاية هنا أحب أفكرك تدعمنا بلايك وشير حكاية عشان نقدر نستمر. يقين نحييها من جديد، نور الصحابة عهد